السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا كل حبايبي. احنا النهاردة هنعمل القرص الناشفة أو طرية. الاتنين واحد بس فرق حاجات بسيطة جدا. أنا رفيدة ممدوح ودي الخميرة. حطينا شوية لبن، حطينا يكونوا دافيين شوية، دفناهم. حطينا السكر، حطينا الخميرة زي ما انتوا شايفين. هنسيبها بقى نغطيها كده ونسيبها تتفاعل مع نفسها. بحبكم في الله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. كل سنة وانتم طيبين. رمضان على الأبواب. اعملي القرص دي رمضان، يعني بصي تسالي كده بعد الفطار كده قبل السحور. عايزين ناكل حاجة كده سريعة، كوباية شاي وحبة قرص، حاجة مية مية. عندك ده لبن دفناه، هو كان مغلي أصلا فدفناه، وحطينا عليه شوية خل، تمام، عشان يبقى لبن رايب. ودون مقدار كوبايتين، 3 كوبايات سمن على نص كوباية زيت، تمام. 3 كوبايات سمن على نص كوباية زيت على 3 كيلو من الدقيق. 3 كيلو من الدقيق. يبقى كده مقدارنا مظبوط. معاه باكو باودر، معاه باكو خميرة، معاه ظرف فانيليا او فانيليا سايلة زي ما انتوا حابين. معاه كمان الازاز اللي هي روح الموز وروح البرتقال، ده بتتشرى من عند العطار، تمام. انا بصفي السمنة عشان برضو لو بقى فيها اي حاجة ما تنزلش في الدقيق بتاعي. بحبكم في الله. متنسوش تعملوا لايك واشتركوا في القناة. ده روح البرتقال، ده اللي هو الاصفر ده، ودي فانيليا سايلة، بس الافضل يعني استعملي فانيليا باودر، تبقى ريحتها اعلى يعني. وربنا يسامحه اللي عطلنا عن العجينة النهاردة. يلا خير، الحمد لله. كل نصيبنا الا ما كتب الله لنا. طبعا بدخل السمنة بقى كده في قلب الدقيق زي ما انتم شايفين، بدخل الحاجات الروايح اللي احنا حطيناها. في ازازة كمان اسمها روح الموز. انا بصراحة ما لقيتهاش النهاردة فما حطيتهاش يعني، بس هي ممكن تحطيها، هي بتدي ريحة حلوة قوي للقرص. وحطينا بقى طبعا الخميرة ودوبنا كده عشان بقية السكر. القرص انا بحبها يعني هي مش مسكرة، بس يعني بيبقى فيها نسبة سكر، يعني حاجة كده بسيطة، سكر حاجة بسيطة، تمام. حطينا بقى طبعا كيلو اللبن كله. عايزه تكتري حطي كمان علبه زبادي، عايزه تعجنيه بلبن صافي طبعا ده في ايديكي وده اختياري. بس يعني العجين ده كله في ايديكي. يعني احنا مثلا قولي حطينا كيلو لبن على لتر ميه، يعتبر لتر ميه. عايزه تعملي 2 كيلو لبن اعمليه، هتبقى قرص طريه جدا، هتبقى جميله. عايزه تطريها اكتر حطي لها علبه زبادي كمان، هتبقى جميله بنفس التكنيك وبنفس كل حاجه. بس هقولكوا في الاخر ازاي، تمام. اهون طبعا اتعجنت حلو، وقعدي شيلي وحطي واعجني وشيلي وحطي واعجني، وبصي حاجه مية مية كده. حبيت اوريها لكم وهي كده في الفرن في النص. احنا هنا كده طبعا بنعجن، بقوم مكوراها كده على طرف الطشت، باخد حته كده بسيطه على قد القرصه. احنا ما بنحبهاش قرصه كبيره عشان اللي ياخد قرصه ما يرجعش منها تاني. عشان اللي ياخد قرصه، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. اعملوا التليفون بتاعكم، احنا في رمضان يعني داخلين على رمضان. اعملوا التليفونات بتاعكم دايما تذكركم بذكر الله والصلاة على النبي. ويعني بصي واكتبيها في الجدران وعلى الحيطان وعلى كله. اكتبي دايما الذكر قدامك وقدام ولادك، فكريهم دايما يا ولاد اذكروا ربنا، يا ولاد وانتوا طالعين وانتوا داخلين قولوا دعاء الخروج، قولوا دعاء الدخول، قولوا دعاء دخول الحمام. انا كتبت كل دون اصلا على الجدران، يعني مش كتبته على الجدران، يعني كتبته في ورق ولزقته على الجدران وعلى الباب وكده. كل ما ولادي يجوا خارجين اقول لهم بصوا بصوا الورقه، افتكروا قولوا. يعني ربنا يحفظنا ويحفظ اولادنا، اللهم امين. ببطل بس القرصايه كده صغنونه اهون. مش عارفه المكوه ظهرت معانا ليه، بس احنا كنا قاعدين جنب التسريحه كده، قاعدين في مكان واسع شويه عشان حاطين المشمع جنبنا اهو. بوريكم بقى محمد طبعا بيعمل وانا اللي بصور. انا قلت له يا محمد صور، قال لي ما اعرفش يا ماما، فقلت له خلاص اعمل انت وانا اصور. رايكم بقى في محمد ابني، اللهم صل على النبي، اللهم بارك. عسل محمد. ساعدني والله، عارفين فضل قاعد معايا في العجين كله ما امشي يعني. اهو الحكايه دي بقى عايزه مشاركه كده زي كحك، شفتي زي يوم كحك العيد. الحاجات دي كلها عايزه مشاركه كده، وما تزعليش ولادك وبصوا اهو. اللهم بارك عليك يا محمد، الله اكبر الله اكبر.
احنا عندنا المكنه دي، ما عندكيش المكنه بطاطا على ايديكي والله هيبقى زي الفل. اهون، او بالنشابه كده يعني كبريها شويه، عايزه تكبري عن كده في ايديكي، عايزه تصغري عن كده في ايديكي، بس احنا بنحبها يعني ايه يعني ما حدش يفوض منه، يعني عشان عندنا عيال وكده، فما ايه اللي ياخد واحده كده ياكل بيها الشاي ما تفضش منه، تبقى مبلوله مثلا شبع ولا كده ما تفضش منه. طبعا الفرن على نار هاديه، طبعا دول احمروا كده من الجنب فبشيلهم، طبعا لازم أن يكون مستوي تسويه كهرمان زي ما بيقولوا، التسويه من تحت زي من فوق تبقى حلوه، النار هاديه عشان تطلع قرص معاكي ناشفه. هي عامه بتطلع طريه من الفرن، يعني هي بتبقاش ناشفه، هي بتبقى طريه من الفرن، واما بتتساب بره في الهواء كده لحد ما تبرد بتنشف. تمام. عايزه تنشفي اكتر هدي النار خالص، عايزاها مثلا اللي هي تبقى يعني لا معلش، اللي هي لا ناشفه ولا طريه، خلي النار متوسطه زي ما انا هوريكم دلوقتي النار شكلها ايه. هيطلع لونها ده، طبعا اللون ده اللون بيبقى موحد ليه؟ عشان حبه الزيت اللي احنا حطيناهم، ما ينفعش القرص بسمنه بس هتبقى بيضه. اهو، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. صلوا معانا على النبي، واكتبوا لنا في التعليقات بتتابعيني منين، واتشرف باشتراكك في القناه، وكوني من حبايبي واخواتي كلكم، بحبكم في الله. شايفين بقى النار هاديه اهي، يعني لا هاديه قوي ولا سخنه قوي، وبنسيب الصينيه بقى كده اللهم بارك، حاجه كده في منتهى الجمال. ما تنسوش يا حبايبي تعملوا لايك واشتركوا في القناه. شايفين ما شاء الله سوا جميل جدا جدا. اهو اهي، نجيب اللي في النص، شايفين من تحت زي من فوق، سواها جميل اهو، طري يعني طري نسبة، يشرب كده في الشاي، يدوب كده في البق اهو. شايفين ما شاء الله سواها جميل جدا، حلو قوي. اتمنى تعملوا لايك وتشتركوا في القناة، بحبكم في الله اخواتي وحبايبي، كل سنة وانتم طيبين. ده كان فيديو النهاردة، اكتبوا لي كومنت حلو منكم كده، وارفعوا الفيديو بلايك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، دمتم في امان الله.